السلام عليكم. اذا دخلنا الصفحه الرسميه ديال فريق اتحاد طنجه غادي نجبروا غضب كبير الجماهير الطنجاويه في التعليقات، وهذا الشيء كامل بسبب سوء النتائج وايضا الاداء الكارثي للفريق، وهذا حق مشروع لكل الجماهير الطنجاويه. المطلب ديالهم يكون عندهم واحد الفريق تنافسي، فريق كينافس على الالقاب المحليه والالقاب القاريه، ماشي اللي فريق في كل موسم كينافس انه يضمن البقاء ديالو او لا فريق اللي غادي ينشط البطوله. اتحاد طنجه مطالب انه يقوم بانتدابات تليق باسم وفريق اتحاد طنجه، تليق بالجماهير الطنجاويه، تليق باي لاعب كيحمل القميص ديال الفريق، ليس من هب ودب، ليس اي واحد سالت له الصلاحيه انه يدق باب الفريق، بعيدا عن السماسريه والسوسه اللي عندهم واحد الخطه مدروسه انهم يهدموا الفريق، وهذا الشيء كامل من اجل المصالح الشخصيه. يجب على مسؤولين فريق اتحاد طنجه ان ياخذوا بعين الاعتبار قرارات الجماهير الطنجاويه، وتكون واحد الدراسه لما يحدث داخل الفريق وخارج الفريق. دابا نطويو هذه الصفحه هذه. اتحاد طنجه لديه مباراه صعبه امام نهضه بركان. هل الجماهير الطنجاويه كتنتظر من الفريق ديالها الفوز؟ لا، ولكن كتمنى الفوز، عارفين ان نسبه الفوز على نهضه بركان اقل من 25%، ولكن حب الفريق كتخلي الجماهير الطنجاويه انها تحج الملعب وتساند الفريق ديالها. وكما معروف على الجماهير الطنجاويه او لا الترا سيركوليس معروفه بالوفاء ديالنا من الفريق، يعني غادي تساند في السراء والضراء، ولكن المطلب ديالهم انهم يكون عندهم واحد الفريق تنافسي. دابا حاليا الملعب ديال طنجه غادي يولي 72,000 متفرج. تخيلوا ان الفريق كيحتل المركز 14 ولا 15 وعندك واحد الجمهور عالمي، يعني ما جبتاش نهائيا. بحال اللي كتقول واحد شابر 3 في النتيجه وهو استاذ، او لا عنده اقل من المتوسط، معدل اقل من المتوسط، وعنده واحد المكانه عاليه. راه ما يمكنش، راه الجمهور كبير خصو فريق كبير. هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله المسؤولين يغيروا النظره ديالهم في هادشي هذا، وما يبقاش اي واحد كيدق على فريق اتحاد طنجه زيد تفضل مرحبا بك. لا، خصها تكون دراسه شامله على هادشي هذا كامل الاخوان اللي وقع الفريق اتحاد طنجه. السلام عليكم.